ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وياريت تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو مكنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصلكم كل فيديو جديد. فيديو النهاردة هو له علاقة بأفكار 6 أفكار لخزين رمضان 2025. ممكن الكل يقول لي انتي منزله الفيديو بدري شويه، بس مع ما هو انا منزلهولك بدري عشان تقدري ان انتي توفري حاجه، سلعه اساسيه بكميه تكفيكي في رمضان. ما انا ما ينفعش اجي انزلك الفيديو قبل رمضان بشهرين. طب معلش انتي هتلحقي تعملي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ انتي فين ورمضان فين واحنا ضامنين ان احنا نعيش؟ احنا عندنا امل في ربنا ان يكتب لنا عمر لبكره ونعيش لحد رمضان. ما عشناش هتسيبيها يعني؟ مش لو ما عشناش يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني قدر الله ما شاء فعل. تمام. فاحنا خلينا نكون متفائلين شويه وبلاش من الكلام ده. هي افكار لسلع اساسيه، لو مشيتي بيها زي ما هقولها لك كده هتيجي على رمضان السلع الأساسية دي مش فلوسها هتوفريها لحاجة تانية. مش قصة بقى ان رمضان اكل وشرب وكل الكلام ده، لا طبعا، بس عشان خاطر رمضان ليه بهجته وفرحته وليه بركته. يعني انا مش ضد ده خالص، هو ليه بركة، بس ما فيهاش حاجة لو احنا بقينا شاطرين اكتر ووفرنا شوية عشان خاطر نقدر نجيب حاجات بنود تانية، زي مثلا المكسرات، اليميش، الحاجات دي. تمام. ممكن انتي مكنتيش بتجيبيها عشان خاطر الظروف ضيقة او بتجيبيها بعدد قليل، فلما لو سمعت الفيديو ده وعجبك ونفذتي تجيبيها بعدد اكتر، او تجيبيها لو انتي مكنتيش بتجيبيها. رمضان هو موسم، يعني حاجته كتير وعزومات وبعد رمضان العيد، لبس اطفال ولبس ليكي انتي وزوجك وعيدية ولعب وحاجات كتير قوي، فاهميني؟ فده بيشيل ده. فانتي منين هتلحقي تشيلي رمضان ومنين هتلحقي تشيلي العيد؟ فانتي لما دلوقتي تبدأي تفكري في رمضان هتبقى حاجة بسيطة عليك، وهي حاجة مش بفلوس خالص، ده حاجة من عندك من خزين بيتك انتي، هي حاجة مش بفلوس نهائي. تمام. ديت بقى الكراسة بتاعتي اللي انا بفكر واكتب فيها. تمام. اول بند معانا هو الزيت، سلعة اساسية جدا، ما ينفعش اي حد في الدنيا فيش بيت اسمه مفيهوش زيت، لازم الزيت ده يكون موجود مهما كان. تمام. طب ايه الفكرة بتاعتك اللي هي هتكون في الزيت؟ احنا دلوقتي من هنا رمضان فاضل حوالي، احنا حاليا داخلين على شهر 8، يعني معاكي شهر 8، الشهر الجديد شهر 8 شهر 9 وشهر 10 وشهر 12 شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 وواحد واتنين، لان رمضان هيكون في شهر 3. فانتي معاكي الشهور، يعني معاكي حوالي 6 شهور على رمضان، خلينا نقول 5 شهور، يعني في الحدود دي من 6 ل7 شهور. تمام. فاحنا هنشيل من خزين البيت اللي انتي متعودة عليه واللي انتي بتجيبيه، ايا كان الزيت ايه، زيت تموين، زيت انتي بتشتريه، ايا كان هو ايه. انتي مثلا متعودة ان الزيت عندك 4 ازايز، لا احنا هنخليهم مثلا كفاية الشهر 4.5. كفاية الشهر عندك 6 ازايز، لا احنا هنخليهم 5 ازايز ونص. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انتي مستوعبة انتي بتقولي؟ مستوعبة انا بقول ايه. يعني انتي مثلا انتي بتستهلكي، انتي بتنزلي تجيبي خزين بيتك بتجيبيه 5 ازايز زيت، دول ازايز الزيت اللي بيكفوكي طول الشهر، طبعا بقى مع سمنة مع حاجات كده يعني. طيب احنا هنخلي ال5 دولت 4.5، مش هيزنقوا معانا قوي ولا هيخسروا معانا قوي. احنا شاطرين، يعني انتوا شاطرين طبعا واشطر من اي حد في الدنيا، واي ست المصرية تقدر تدبرها باي شكل. تمام. فاحنا هنشيل، ما قدرتيش تشيلي نص ازازة الزيت كلها، شيلي كوباية صغيرة، مج او كوباية من بتوع الشاي، في ازازة
طب ايه ده، هو انا هسيب الازازه مفتوحه لحد رمضان؟ لا، انت حضرتك مثلا انت مشيتي في فكره النص ازازه، مثلا انا شلت للشهر ده نص ازازه على جنب، ورحت مثلا جبت التموين او جبت خزين الشهر بتاعي، فهشيل كمان نص ازازه فبقت ازازه، فهحوش نص الازازه بتاعه الزيت، احطها على مثلا انا جبت الخمسة بتوعي، هقوم جايه واخده ازازه من الخمسة وحاطه النص اللي شلته الشهر اللي فات على الاربعه، بقى ده خزين بيتي والازازه بتتشال بعيد، استحاله اجي يمتها مهما هعمل. فانتي من هنا لحد شهر رمضان لو مشيتي بالخطوه دي مش اقل واجب عشان خاطر تشيلي زيت مش اقل من 4 ازايز زيت. سامعه الرقم؟ 4 ازايز زيت، يعني هم حاليا عاملين 250 جنيه او 260 جنيه. تمام، شوفي بقى على رمضان هيبقوا عاملين ايه، وكل حاجه بتزيد كل يوم. تمام تمام، ده الزيت. ايه السلعه التانية؟ عندك السكر. تمام، السكر برضو نفس النظام. ازاي يعني؟ زي ما سمعتيني كده نفس النظام. برضو هنشيل نص كيس سكر. انت مثلا معتمدة على التموين بتجيبي مثلا كيسين 4 اكياس ايا كان، ومش بيتوفر عندك بتستهلكيه تعملي حلويات ايا كان، حاولي ان انت تشيلي نص كيس سكر على جنب، حاولي ان انت تشيلي كوبايه سكر على جنب. تمام، ونفس النظام زي ما قلنا في الزيت، هتيجي كل شهر انت عندك نص كيس سكر هتحطيه تستهلكيه، وتقومي جايه شايله كيس، يبقى انا كده جمعت الشهرين في كيس. ونفس النظام برضو لو مشيتي بالطريقه دي مش اقل من 4 كيلو سكر. وانتوا عارفين بقى رمضان بيحب العصاير والحلويات والحاجات دي، يعني استهلاكك للسكر ده من فرغ منه، مفروغ منه يعني. تمام، ده البند التاني. البند التالت بقى السمنه. طبعا برضو انت بتستهلكي في رمضان سمنة علشان خاطر الحلويات والطبيخ وحلاوة الاكل، وفي حاجات ما ينفعش ان هي تتعمل غير بالسمنة اصلا، وبتحتاجي سمنة كتير وكده. مش هقولك ان انت تحوشي بقى، لان السمنة دي انت مثلا بتجيبي صفيحة منين ما بتخلص بتجيبي غيرها، بس هقولك خلال الشهور اللي جاية حاولي ان انت تجيبي مثلا لو انت متعودة مثلا ان انت خزين شهرك بيبقى مثلا ب4 قروش. تمام، وانت جه عندك حاجة، يعني مثلا كان عندك مثلا مكرونة زيادة، عندك رز زيادة، لو انت بتشتري رز ايا كان. تمام، وتوفر معاكي مثلا 200 جنيه او 150 جنيه في الشهر، او انت حاولي توفري المبلغ ده. تمام، هتقومي جايه بس لما تروحي تجيبي رفاهيه في الشهر، هو شهر واحد يعني مش بقولك كل شهر، بدل ما تروحي تجيبي رفاهيه تروحي تجيبي مثلا صفيحه سمنه من الكبيره اللي هي 2 كيلو 3 كيلو من دي، او كيلو ونص اللي هي بتصفى يعني في الاخر على كيلو ونص، هما بيقولوا لنا 2 كيلو بس هي في الاخر بتصفى على كيلو ونص. تمام، دي حاليا عامله 135 جنيه. انت مش ضامنه على رمضان هتبقى عامله قد ايه، اللي هي بتصفى على 2 كيلو على كيلو ونص دي. انت ممكن تجيبي التانية الاكبر منها يعني ب 200 جنيه او ب 150 جنيه. تمام، وممكن تجيبي كيلو سمنه بلدي. السمنه البلدي برضو بتيجي على رمضان وبتغلى والشتا داخل، وطبعا الشتا احلى سمنه بلدي تاكليها هي في الشتا. والشتا طبعا اهو جاي، حاولي ان انت في فتره الشتا تاخدي كيلو سمنه بلدي او 2 كيلو سمنه بلدي تعينيهم لرمضان عشان خاطر الحلويات وكده. انا فكرتي مش اللي هي انا هي فكره جت في دماغي وافكار جت في دماغي انا عملتها، يعني انا بالتالي انا عملتها وبنفذها حاليا. تمام اوكي، فانا بنفذها حاليا، فقلت ليه ما اطلعش اقول لكم عليها، هل لعل وعسى حد يستفاد. ممكن مش حد اكبر مني، ممكن واحده مثلا ست اكبر مني يعني تيجي تقول لي وانت اللي هتيجي تعلمينا، لا مش انا اللي هاجي اعلمك ولا هعلم اي حد خالص، دي فكره جت في دماغي فانا بقول لك عليها مش اكتر. تمام، قلنا الزيت، قلنا السكر، قلنا السمنه. السمنه زي ما قلت لك في اي شهر من خلال الشهور اللي جايه توفر معاكي مبلغ، خدتي موسم. لو انت مثلا جالك فلوس مثلا مامتك ادتلك، بابوك اداكي، انت حوشت من مصروف في البيت كده، يعني لو هتحوشي من مصروف في البيت كل شهر مثلا 20 جنيه، تيجي مثلا على شهر 12 شهر 11 ايه تجيبي مثلا صفيحة السمنة دي وتعينيها رمضان، ملهاش دعوة بالاستهلاك بتاعك، تعينيها رمضان. الزيت والسكر والسمنة. سلعة أساسية كمان الرز. في طبعا كلامي ده مش للناس اللي الرز بتشتريه بالسنة،
يعني الناس الفلاحين اللي عندهم اراضي اللي بيخزنوا رزهم بالسنه، ده مش كلامي ليكوا خالص، انا كلامي للناس اللي بتشتري الرز اليوم بيومه او الاسبوع باسبوع او الشهر بشهر. انتي مثلا بتروحي تجيبي الشكاره 10 كيلو، او بتجيبي كيلو في اليوم، او بتجيبي مثلا 5 كيلو او 3 كيلو على الاسبوع ايا كان. هتقومي جايه مثلا كوبايه رز او كيس رز، خلينا نقول مثلا انت بتجيبي مثلا في استهلاكك في الشهر 5 كيلو 10 كيلو ايا كان. هتقومي جايه شايله كيس رز عيناه، اوكي، كيس رز هتعينيه من الكيس اللي انت بتجيبيها دي. مثلا اعملي مثلا من ضمن بدل كيس الرز ده اعملي مثلا حرمشه، اكلة حرمشه بعيش، اعملي مثلا مكرونه، اوكي كده. يعني حاولي ان انت تشيلي مثلا على الاقل كل شهر كيس رز من الخزين بتاعك على جنب. هتيجي مثلا على رمضان لو كل شهر مثلا 6 كيس رز 7 كيس رز، فانت مثلا انت خزينك انت توفيرك مثلا بيحتاج 10، فانت مثلا هتجيبي مثلا كمان 3 بس. ولاحظي ان رمضان بيحب العزومات، فانت هتعملي عزومات في رمضان فده هينفعك جدا. بند تاني طبعا الرز مقسوم لقسمين، الرز العادي المصري بتاعنا خالص اللي احنا بناكله، والرز البسمتي لو انت من مغرماه او لو انت مش متعوده ان انت تجيبيه غير في رمضان ايا كان. حاول انت بتاكليه حاليا. مثلا انت عامله حسابك مثلا انت ممكن تعملي في رمضان مثلا في شهر رمضان مرتين 3 مره او 2 كبسه، مره او 2 فتة شاورما، مره او 2 فراخ مثلا ستريبس او بانيه او مع رز بسمتي. تمام تمام. لو انت متعوده ان انت بتجيبي الرز البسمتي كل شهر من خزين بيتك، هتشيلي كوبايه رز، مش هقولك نص كيلو لان انت اكيد مثلا انت هتروحي تجيبي كيلو، تمام، لا انا هقولك كوبايه رز في كيس وتعينيه. تمام، كل ما تروحي تجيبي هكذا. طب انا مش متعوده وما بجيبوش مثلا غير في رمضان او ما بجيبوش كل فين وفين، او لو غير لو وصفه عجبتني بروح اشتري. تمام، انتي هتعملي مثلا من ميزانية بيتك مثلا تجيب ربع كيلو رز بسمتي، نص كيلو رز بسمتي، على حسب انا معرفش ميزانية بيتك قد ايه، فربع كيلو او نص كيلو من الرز البسمتي. هتيجي على رمضان برضو هتلاقي معاكي مجمعة مثلا 2 كيلو رز بسمتي. تمام، فهتعملي لاطفالك او تبهري زوجك، فانتي وفرتي بند اهو من الرز البسمتي دلوقتي طبعا سعره بيتراوح من 70 ل100 و120 جنيه. برضو ما تعرفيش الاسعار كل يوم عماله يا اما بتزيد، وعلى رمضان اكيد هتزيد. تمام، ده البندين بتوع الرز، قلنا الزيت قلنا السكر قلنا السمنه قلنا الرز، ادي كده 4. تمام. طب الخامس ايه؟ الخامس المكرونه. تمام، الخامس المكرونه. طب احنا كمان دي هنحوشها نص كيس بنص كيس؟ لا طبعا مش هينفع، دي احنا هنعملها زي الرز، هنعملها زي الرز. مثلا انت مثلا لو جيتي مثلا انت مثلا جبتي 3 كيلو مكرونه في الشهر، انت جيتي الشهر اللي وراه لقيتي فاضل عندك كيس. طبعا المكرونه بتشيل بند الشعريه، بتشيل بند لسان العصفور، بتشيل بند المكرونه الفرن، بتشيل بند المكرونه الخواتم صغيره وكبيره، السوسته القواقع الهلاليه، كل ده. تمام، ده المكرونه، ده بند المكرونه. فانت مثلا فضل عندك نص كيس شعريه، مثلا ما عملتيش رز بشعريه كتير الشهر ده، هتعيني نص كيس الرز بشعريه مثلا، هتعينيه، والشهر اللي بقى وراه تجيبي كيلو تعينيه وتستهلكي النص كيلو ده. عندك مثلا كيلو مكرونه زياده، مثلا اتعزمتي في اليوم في الشهر ده مرتين عند مامتك، فجيتي اخر الشهر لقيتي مثلا كيلو مكرونه زياده، عينيه مش هيخسر معاكي، وانزلي عادي خالص بكل بساطه. معلش القلم. بكل بساطه خالص هاتي المكرونه والخزين بتاعك العادي خالص. تمام. طب انا ما بيتوفرش معايا، حاولي ان انتي تزودي، يعني مثلا لو انتي بتجيبي 3 كيلو حاولي ان انتي تجيبي 4 كيلو وتعيني كيلو لرمضان. هتيجي على رمضان مثلا مش اقل برضو من 7 كيلو مكرونه. تمام، لو انتي هتجيبي الكيس من اللي هي اللانسز برضو 5 كيلو او 4 كيلو مكرونه لرمضان برضو مش وحش، ده ممكن هو ده استهلاكك في رمضان للمكرونه. تمام، ولو شلتلك مثلا كيلو شعريه وكيلو لسان عصفور خلاص انتي مش هتحتاجي اكتر من كده. تمام.
ممكن اللي تحتاجيها بقى المكرونه الفرن بتاعه المكرونه البشاميل والطواجن والحاجات دي. عندنا برضو المكرونه الاسباجيتي برضو عادي نشيل منها كيس، مفيش حاجه، مفيش اي حاجه هتخسر. بس مع بعض كده نيجي على بعض شويه ونحاول ان احنا ننظم بيتنا شويه، ونحاول ان احنا نوفر شويه، لان احنا في ايام يعلم بها الا ربنا. تمام. ده البند الخامس اللي هو المكرونه. طيب يا اميره انا مثلا انا ما عنديش تموين وما باخدش زيت وسكر، تمام، مثلا الحاجات اللي انت بتقوليها دي تمام متوفره، مثلا مامتي بتجيب لي الرز عندي بالسنه، مثلا واحده مثلا عندها مثلا الزيت والسكر بالتموين، يعني ده هي بند موفراه فتمام مش هتشتريه. يعني مثلا انا واحده عندي التموين، الزيت والسكر بتاعي عندي، الرز بتاعي بالسنه، تمام. مثلا المكرونه مثلا ممكن مامتي تجيبها لي، مثلا ممكن يعني ممكن والدتك تجيبها لك، تمام فاهماني. ممكن انت بقى يعني مثلا، او لو انت مثلا ما عندكيش الحاجات دي، يعني انت مثلا موفره اهو، انت مثلا ما عندكيش الحاجات دي زي ما انا بقول كده، انت ممكن تقدري تيجي من كل اسبوع، لو انت مش عاجباكي الافكار الخمس افكار اللي فاتوا دول كلهم، انت تقدري تيجي من كل اسبوع 50 جنيه، مش هتخسر معاكي حاجه. لو انتي مثلا هتعملي حاجه حلوه في البيت للولاد وتشيلي 50 جنيه دي، تجيبي بقى اي حاجه بقى من الحاجات اللي احنا قلناها دي، او اي حاجه تانية. يعني في افكار تانية لخزير رمضان انا هنزلها لكم، وفي افكار برضو للمدارس، تمام. آه فهي دي كانت افكار النهارده، الست افكار بتوعي: الزيت والسكر، السمنه، الرز والمكرونه، سلع اساسيه جدا. لو مفيش خالص وانت مش هتقدري تعملي اي حاجه من الحاجات دي، حاولي ان انت توفري 50 جنيه من الشهر بتاعك، هتبقي اي حاجه من الحاجات دي. يعني 50 جنيه مثلا ممكن تجيب لك 2 كيلو مكرونه، تمام، او كيلو ونص مكرونه، هتجيب لك 3 كيلو رز، تمام، هتجيب لك نص كيلو رز بسمتي، هتجيب لك مثلا كيلو سكر او كيلو ونص سكر، فخلينا نقول ان هي كيلو سكر، والشهر اللي وراه مثلا، وهتجيب لك مثلا ازازه زيت، هتحطي كمان 5 جنيه وتجيب لك ازازه زيت، تمام. يعني انت لو جيت على رمضان لقيتي نفسك موفره من كل البنود دي حاجه واحده هتنفعك، مش هتضرك خالص. مفيش حاجه بتضر، مفيش توفير بيضر، مفيش شطاره بتضر، تمام. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم دوسولي لايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل فيديو جديد، واشوفكم على الف خير في فيديو تاني. مع السلامه.